للأثر دايما حكاية، والتاريخ شاهد عليه. بس من امتى الحكاية ابتدت؟ وازاي؟ وليه؟ تيجي تسترجع معايا والزمن نرجع إليه. طرأ في سلسلة عصور مصرية تكتبه المؤرخة جيهان مأمون. المقدمة والنهاية كلمات راضي الطهطاوي. رؤية وإخراج محمد ندى. الأعمال البناءة تعيش وتبقى في الوجدان، والأعمال الهدامة تموت وتهوي في مقبرة التاريخ. الدولة الأموية في مصر عصر الولاء من 661 إلى 750 ميلادية. ولدت الدولة الأموية في خضم الصراعات السياسية الدائرة على الساحة، وتولى معاوية بن أبي سفيان أمر المسلمين عام 661 ميلادية، فقامت الخلافة الأموية التي استمر حكمها حوالي 90 عاما. وينتسب الأمويون إلى أمية بن عبد شمس بن عبد مناف أحد سادات قريش. وضع معاوية منهجا سياسيا مختلفا لإدارة شؤون الدولة، فنقل مقر الخلافة إلى دمشق وجعل الحكم وراثيا. وابتعد الخلفاء الأمويون عن روح البساطة التي اتسمت بها الخلافة الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين، وتشبهوا بالملوك وأحاطوا أنفسهم بمظاهر الطرف، فشيدوا القصور وخرجوا في مواكب، وأطلق عليهم المؤرخون لقب ملوك. توالى على حكم مصر في العصر الأموي 25 واليا، وصارت من أهم الولايات. وولي على حكمها عمرو بن العاص من عام 659 إلى 664 ميلادية، فكانت ولايته الثانية عليها التي استمرت حتى وفاته. رأى معاوية الخطر الأكبر في الدولة البيزنطية، ورسم لنفسه ولخلفائه سياسة واضحة ذات هدف ثابت، وهي الاستيلاء على عاصمتهم القسطنطينية. فأنشأ أسطولا بحريا وقام بحصار القسطنطينية في حرب السنين السبع، ولم يعلم حينئذ إنها ستصمد ل8 قرون. اتسعت مساحة الدولة الإسلامية في العصر الأموي، وامتدت حدودها من بلاد الصين شرقا إلى الأندلس، وجنوب فرنسا غربا، ومن بلاد النوبة جنوبا إلى آسيا الصغرى شمالا. من أهم ولاة مصر في العصر الأموي عبد العزيز بن مروان، الذي ولي في خلافة أبيه مروان بن الحكم لمدة 21 عاما، وقام بنقل مقر حكمه من الفسطاط إلى مدينة حلوان بعد انتشار وباء الطاعون، وبدأ بتعمير المدينة، فشيد بها المساجد والمنازل والحدائق والبرك، وقام بإعادة بناء جامع عمرو بعد أن زاد في مساحته. في خلافة عبد الملك بن مروان عام 685 ميلادية تم تعريب الدواوين،
فكانت خطوة هامة في طريق انتشار اللغة العربية في مصر بعد انتشار الإسلام على أرضها. استحدثت وظائف جديدة في الدولة الأموية، منها وظيفة الحاجب الذي ينظم عملية الدخول على الخليفة، ووظيفة صاحب البريد الذي ينقل رسائل الخليفة من العاصمة إلى سائر الولايات، ووظيفة الحرس الخاص الذي يتولى مهمة تأمين الحماية. لما دخل العرب مصر وجدوا نظما حكومية مستقرة من مصر القديمة أبقوا عليها واكتفوا بشغل المناصب القيادية، فكان الخليفة يعين واليا من العرب يحكم في مقر يطلق عليه دار الإمارة، وكان الوالي يؤم الناس في الصلاة فاكتسب لقب أمير الصلاة، كما كان يتولى مهمة رئاسة الجيش والإشراف على الشرطة المسؤولة عن حفظ الأمن والنظام. استمرت مدينة الفسطاط التي أنشأها القائد عمرو بن العاص كعاصمة ومركز للحكم والإدارة في العصر الأموي، وكانت تعد من أهم الموانئ النهرية راجت فيها التجارة واشتهرت بصناعة السفن الحربية التجارية. شيد الأمويون العديد من مقاييس النيل لمعرفة منسوب ارتفاع المياه وقت الفيضان لتحديد مقدار الخراج، فبنى عبد العزيز بن مروان مقياسا في حلوان، وبنى سليمان بن عبد الملك مقياسا آخر في جزيرة الروضة. وسقطت الدولة الأموية عام 750 ميلادية نتيجة لضعف الخلفاء وازدياد العصبيات القبلية ضد بني أمية في الشام، وظهور دعوة العباسيين في خراسان وانتشارها. وجاءت النهاية بعد مقتل مروان بن محمد آخر الخلفاء الأمويين، وبموته انتقلت الخلافة لبني العباس. فدوام الحال من المحال، وهذه سنة الله في أرضه. قرأ في سلسلة عصور مصرية تكتبه المؤرخة جيهان مأمون. المقدمة والنهاية كلمات راضي الطهطاوي. رؤية وإخراج محمد ندى.